بعد انتهاء امتحان المادة التربية الإسلامية واللغة العربية للمراحل اللي هي السادس ابتدائي والثالث متوسط والسادس إعدادي، اكتبوا لنا بالتعليقات شنو رأيكم اليوم بالأسئلة، جاوبتوا لولا، كانت سهلة لولا بالنسبة للأسئلة. متابعينا وطلبتنا الأعزاء، تم نشر الأسئلة مع الأجوبة في قناتنا التليجرام، مثل ما تلاحظون هنا الأسئلة والأجوبة بالنسبة للثالث متوسط والسادس ابتدائي والسادس الإعدادي. مثل ما تلاحظون هنا الأسئلة بالثالث متوسط، وهنا جميع الأجوبة الخاصة بها عبر قناتنا التليجرام، جميع الأجوبة مثل ما قلنا الثالث السابع الثامن ولغاية التاسع. أيضا بالنسبة للإعدادي وبالنسبة للابتدائي بإذن الله سيتم نشرها في يعني الوقت القريب في تاريخ نشر هذا الفيديو. اشتركوا في قناتي، اسم قناتي أستاذ حسين القريشي، راح ننزل لكم بإذن الله المرشحات المتعلقة بمادة اللغة العربية، وأيضا مجموعة من الاستفسارات والأسئلة بإذن الله، كل هالتفاصيل راح تجدونها عبر قناتنا التليجرام. فأرجو من الجميع اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، في حال وصلتكم أسئلة، في حال وصلتكم مرشحات راح ننزلها في قناتنا التليجرام اللي اسمها أستاذ حسين القريشي. أعيد التنبيه والتكرار بهذا الشيء. متابعينا وطلبتنا الأعزاء، قناتنا التليجرام ننزل كل شيء بها بإذن الله، حتى النتائج سوف تعلن وسوف تنشر في قناتنا التليجرام، فاشتركوا بها، رابطها موجود في خانة التعليقات، التعليق المثبت. فتحياتي للجميع، شكرا لكم على حسن المشاهدة والاستماع، بالتوفيق في قادم الامتحانات، تحياتي لكم.